أخطر 10 ألعاب مائية حول العالم. 10. الألعاب المائية في البرازيل. توجد هذه اللعبة في ارتفاع 41 مترا، مما يعني أنها تشكل خطرا كبيرا على أي شخص وتسبب الخوف في قلوب الكثير من الناس. تم افتتاحها أول مرة عام 1989 وكانت الأطول من نوعها. ويقول الكثير من العاملين في هذه الحديقة إن الكثير من الأشخاص يشعرون بالخوف عند تجربة هذه اللعبة بسبب الارتفاع العالي، وتستمر لمدة 5 ثوان في الهواء حتى يصل الشخص إلى الأرض. وفي بعض الأحيان يبتعد عن المزلاج بسبب الانحدار الشديد. كما أنه يجب على كل شخص معرفة الطريق التي من خلالها يجب أن يتم ركوب هذه اللعبة، كما أن الشخص فيها يتحرك بسرعة 65 ميلا في الساعة. 9. أنبوب المياه الملتف في أستراليا. هذه اللعبة أفقية بطريقة مخيفة جدا، من ارتفاع 10 أمتار، تسبب الخوف في قلوب كل شخص يفكر في تجربتها. ويقال إن اللعبة تستمر لمدة 7 ثواني، وحينها تصل السرعة إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتعتمد على السرعة التي تجعل الشخص يصل إلى نهاية هذه اللعبة. وفي إحدى المرات تم دفع مبلغ 400 ألف دولار تعويضا إلى امرأة تعرضت للتعلق داخل هذه الأنبوبة. يقال إن الكثير من الناس يتعرضون إلى حوادث فيها، مما يجعلها واحدة من الألعاب الخطيرة. 8. ملاهي الثقب الأسود في فلوريدا. تعد هذه الملاهي المائية واحدة من أشهر الملاهي المائية في أمريكا، وهي تحتوي على العديد من الأضواء والأنوار داخل الأنابيب. ويقال إنه في يوم من الأيام تم دفع المبلغ 1,730,000 دولار لرجل تعرض لجروح بالغة في عام 1994. ويقال إنها تحتاج إلى 23 ثانية حتى تنتهي اللعبة طوال هذه الأنبوبة، وفي الحقيقة يتم ركوب شخص بعد حوالي 20 ثانية فقط، وهذا الوقت لا يسمح للأشخاص السابقين بالخروج، مما يؤدي إلى الاصطدام بصورة مخيفة. هل ترغب في تجربة أي من هذه الملاهي؟ أخبرني في التعليقات. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصل إليك كل جديد من قناتنا